كتقلبي على الاكل الصحي، حريشات بالشعير او بالبلبوله ديال الشعير في الفرن، حريشات سائلين في الفرن تيجيو خفاف، تيجيو منسمين، شهوه منهم، عمرهم يخطاوك الا جربتيهم. فنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم باحوال طيبه يا رب. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، تعليق وبارطاج. ولا كنتوا اول مره تشوفوني اشتركوا باش توصلوا ان شاء الله بجديد وصفاتي. دائما بابي مفتوح في وجهكم. شكرا جزيلا لكم على التعاليق الزوينه اللي كتخليوها لي، الله يكبر بكم. نتمنى ان شاء الله الاخوات اللي جربوا الوصفات ديالي ما تزيدوا ما تنقصوا، جربوا الوصفه كما هي. وان شاء الله نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، بتشجيعاتكم باش تنزيدوا لقدام. هاد الحريشات السائلين في الفرن بالبلبولات الشعير او بتشيشات الشعير شهوه منهم. فبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، نتوكلوا على الله. اول حاجه هنا عندي السميده ديال الشعير اولا البلبوله ديال الشعير اولا الدشيشه ديال الشعير الرقيقه. خديت جوج ديال الكؤوس، يعني 250 غرام رابعه، 250 غرام. ما نحتاجو لا نغسلوها لا والو، هذه ماشي بحال البلبوله الغليظه اللي سبق لي تقاسمت معكم. غنخلي لكم الحريشات ديال البلبوله اللي راني موجده معكم ان شاء الله في صندوق الوصف. هنا غندير كاس ونص ديال الماء، يعني خصها تغطى بالماء ونخليها على جنب. نخليها واحد 25 30 دقيقه، الا ما كانش الوقت غير 15 دقيقه راها كتشرب. المهم على حساب، انا ما عرفتش النوعيه اللي غادي ديروا ديال البلبوله ديال الشعير، انا هذه خديتها غير من الحانوت. الا توفرت لكم البلبوله الشعير ديال البلاد البلديه يكون افضل. المهم هنا غطيتها بالماء، تقدروا ديروا كاس ونص، تقدروا ديروا حتى جوج الكيسان الارب. هنا خليتها كتشرب. هنا غنديرها في هاد لي مول هادو. نتوما اي مول عندكم فرديين ديروهم كيف ما ممكن ديروها في مول عائلي كيف ما سبق لي تقاسمت معكم. تندهنهم بالزبده اولا بالزيت على حسب واش تيلصقوا ولا ما تيلصقوش. بهذا الشكل هذا. بغيتو ديرهم غير بزويته، انا ملي تندير المول كبير تندهنو غير بالزيت، ما كنستعملش الزبده. من الافضل دهنوا بالشيته لانها والبانسو لانها كتوزع الزبده في القنيتات وفي كل شيء. هنا غادي نغبرهم بالسميده، السميده ديال الحرشه اولا ديال الفينو، كيف ما ممكن تغبروهم. بالدشيشه ديال الشعير الرقيقه على حسب نتوما وشنو بغيتو. بالنسبه للاخوات اللي تيعانيو من هاد لي مول تيلصقوا لهم، كما تنقول دائما هادو نصائح. ملي تدهنوهم بالزبده وترشوهم بالسميده تدخلوهم للمجمد على ما توجدوا الحريشه ديالكم، واخا غير ديك 10 دقائق ولا، وتتجبدوهم راهم تتساعدوا هاد لي مول انهم ما يلصقوا لكمش نهائيا. صافي من بعد ما غبرتهم كاملين بالسميده غادي نخليهم على جنب وندوزو ان شاء الله نرجعوا الخليط ديالنا راه غادي يكون تشرب. هنا كيف ما كتشوفوا معايا راه الخليط تشرب، ولكن تيبقى فيه واحد القليل من الماء، القليل من داك السائل هو اللي غادي نخلطوا به. هنا عندي معلقه كبيره ديال الخميره الخبز، تقدروا ديروا الخميره البلديه وتخليوهم يخمروا شويه. الاخوات اللي كيخدموا بالخميره البلديه الا كنتو مزروبين عليهم تقدروا ديروا فيهم واحد 6 غرام ديال البيكين باودر او خميره الحلويات. هنا درت معلقه صغيره ديال السكر، ممكن تعوضوها ملعقه من العسل الطبيعي مليحه، غير راس معلقه ديال الملحه. عندي كاس الا ربع من الزيت مخلطه، زيت الزيتون وزيت نباتيه. الا توفرت غير زيت الزيتون ديروها، الا توفرت غير نباتيه ديروها. هنا عندي كاس الا ربع من السميد، السميده الخاصه بالحرشه او بالبسبوسه او لا الفينو. هنا عندي الزعتر، عندي هنا الزعتر وشويه ديال الفليو الا بغيتوهم. ما بغيتوهمش ممكن ديروا الحرشه ديالكم عاديه. انا بغيت نسمها بهاد فليو الزعتر، الصراحه كيعطيو واحد النسيمه اللي رائعه. غير واحد المعلقه ماشي بزاف، حكوهم بين يديكم تيعطيو رائحه ممتازه غزاله. صافي هنا تنخلط كما قلت تقدروا ديروا السميده، ديروا الفينو داك كاس اللارب، اولا ديروا دقيق القمح الكامل، اولا ديروا الدقيق ديال الشعير اللي تيكون مصفي. المهم اللي كان عندكم ديروه. انا درت السميده، تقدروا ديروا حتى السميده البيضاء. المهم كاع الحويجات اللي غتسولوا عليها كنحاول نجاوب عليها. تنخلط، هذا هو القوام ديالها كما كتشوفوا، لان الدشيشه راه ملي تشربت بقى فيها السائل، بقى فيها واحد الكميه ديال الماء، ما تنحتاج نزيد حتى شي حاجه. صافي هذا هو القوام ديالها. خليتها تقريبا واحد 8 10 ديال الدقائق لان فيها الخميره الخبز، فبغيت هذا الخليط يجيني خفيف وملي يدخل الفران بحال اللي تيخمر. كما قلت الا ما بغيتوش تخليوها وكنتو غادي تدخلوها الفران مباشره ديروا واحد 6 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. صافي هنا تنعمر هاد ليمول بهذا الشكل هذا، غير عمروهم هادو ماشي بحال الكيك ولا بحال البسبوسه. المهم تديروا تخليو غير واحد شويه، هي غادي تطلع شويه في الفران نتوما غتلاحظوا. بالطريقه ديال الطياب الا غطيبوها في الفرن ديال الغاز يكون سخون من قبل والنار اكثر من متوسطه، ما تيطيبوش على نار اللي قليله بزاف باش ما ينشفوش ويكرموا، تجيكم هاد الحريشه رطيبه وزوينه.
في الفران ديال الكهربائي كذلك انا مسخناه من الفوق ومن التحت، تقدروا تسخنوه على 240 درجه. ملي غادي ندخل الحريشات ديالي غادي نطفي الفوق وغادي نخلي غير الجهه التحتانيه، نخليها حتى تيحمروا من التحت، انا كنبغيهم ياخذوا اللوين زوين. وإلا طابوا مزيان راه تيتنحاو لكم من الليمون بكل سهوله. الا ما كانوا ما طايبينش مزيان بطبيعه الحال غادي يتفرتوا لكم وما غاديش تمكنوا انكم تهزوهم من الليمون. صافي هنا تنقاد لهم الوجه ديالهم كيف ما كتشوفوا، ممكن غير تخبطوهم على سطح العمل لان الخليط راه رطب. وصافي هادشي اللي كاين. واختاريت انني نزينهم تزيين زوين. لا بغيتو حتى تقدموهم للضيوف ديالكم كذلك راهم تيجيو رائعين وممتازين، راه غيخليو الضياف اي حاجه وياكلوا هاد الحريشات هادو. بالنسبه للتزيين تيبقى اختياري، تزينوا باللي موجود عندكم. تقدروا دردروا عليهم غير السميده من الفوق. هاد السميده ديال الشعير نيت البلبوله ديال الشعير اللي خدمنا بها رقيقه ديروها من الوجه. صافي هنا غادي ندير الزنجلان اولا السمسم. الزنجلان تيزيدهم قيمه غذائيه غزاله. لا ما بغيتوش ديروا الزعتر وفليو فيهم لداخل تقدروا ديروا الزنجلان فيهم، تقدروا ديروا النافع. المهم هاد الحويجات كلهم تيبقاو اختياريين. هنا كل 3 غنزينهم بحاجه. هنا هادو درتهم بزريعه الكتان او حبوب الكتان. انا هاد حبوب الكتان راه ما محمرين ما والو، يدخلوا الفران راهم غادي يتحمروا. بالنسبه للزنجلان راه مصهد شويه. الاخرين غادي نديرهم الا عندكم حبوب البافو ديروهم، عندكم اي نوع من انواع الزريعه. هذه ديك الزريعه كما كتشوفوا معايا الخضراء. تقدروا ديروا حبوب الشوفان، مهم اي حاجه اللي عندكم. اضعاف الايمان ديروا الزنجلان اولا ديروا غير البلبولات الشعير من الوجه ديالهم راه تيجيو زوينين. المهم ان القوام ديال هاد الحريشات تيجيو رطيبين وتيجيو زوينين. الفكره والمغزى من هادو ان الحريشه ديال البلبوله سائله في الفران تتجي غزاله. صافي هادو الاخرين درت لهم شويه ديال زريعه الخشخاش اولا البافو، وغندخلهم ان شاء الله الفران وتشوفوهم معايا واجدين. نتمنى نكون شرحت لكم كاع الحويجات اللي اللي غتسولوا عليهم او اللي غتحتاجوهم. وعندكم اي استفسار خليوها لي في التعاليق. هنا من بعد ما خرجوا من الفرن كيف ما كتشوفوا معايا ها هما طايبين ومحمرين، تطلعهم الحموره معجنه كتعرفوهم باللي طابوا راه ما كيلصقوش نهائيا. هنا راه خليتهم تقريبا واحد 8 10 ديال الدقائق. تقدروا غير تدوزوا السكين كتبعكم الحريشه ديالكم غزاله محمره شهوه منها. شي حاجه اللي طوب ديال الطوب. تمنيتكم كاملين انكم تجربوهم، ونتمنى اخوات جداد ديروا دويره في القناه راه فيها كل ما تحتاجوه. نتمنى تتبعوني في صفحتي على الفيسبوك مطبخ بشرى ايوب، صفحتي الثانيه بشرى الوجهي المكنسيه، فمرحبا بالجميع. هنا غادي تشوفوهم معايا ان شاء الله. غادي نقدمهم في بلاطو. ما غنحتاج نزيد لهم حتى شي اضافه، راهم كل شيء فيهم. مع كويس ديال اتاي او كويس ديال القهوه، شي حاجه طوب ديال الطوب. هنا غادي نحل لكم وحيده باش تشوفوا معايا. شوفوا كيفاش رطيب الطبه كتذوب بوحدها، غزاله بزاف بزاف. تستحق التجربه هاد الحريشه هادي. نخليكم على خير والى فيديو مقبل بحول الله.